بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لنتحاور في رمضان. هذه هي الليلة 11 من ليالي هذا الشهر الكريم. مضى ثلث الشهر وبقي ثلثان، والثلث كثير. وها نحن نعقد هذه الجلسات من أجل أن نتذاكر في الله سبحانه وتعالى. موضوعنا هذه الليلة هو الدعاء، وما أدراك ما الدعاء. قال الله عز وجل فيه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وهو القائل سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه في معرض آيات أحكام رمضان، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سنتحدث في هذه الليلة عن فضل الدعاء في العموم وفضله في رمضان. سنتحدث عن آداب الدعاء، سنتحدث عن شروط الدعاء، سنتحدث إن شاء الله تعالى قصص عن دعاء الله تبارك وتعالى وما يحدثه الدعاء من تغير جذري، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. أسأل الله تعالى مشاهدي الأكارم أن تستمتعوا في هذه الحلقة. باسمكم جميعا أرحب بالضيوف الكرام. فضيلة الشيخ بيان عبد الواسع، أظن لأول مرة أو للمرة الثانية يشرفنا في هذه القناة المباركة وبهذه الابتسامة المشرقة، فأهلا وسهلا بشيخنا وحبيبنا الشيخ بيان. كذلك من داخل الاستوديو نرحب فضيلة الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي وتاج راسنا ومفتينا وعالمنا حفظه الله ورعاه. كذلك شيخنا تاج راسنا وصاحب الصوت الندي أبا عبد الهادي الشيخ الوقور محمد بن عبد الله الجبرتي. باسمهم جميعا نرحب بهؤلاء المشايخ، ونسأل الله تعالى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا يرفعنا الله عز وجل به درجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأبدأ بك شيخ بيان. أولا أهلا وسهلا بك في شاشتك وقناتك، شاشة سلام، تلفزيون سلام إن صح التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. وأنا بالحقيقة مسرور بهذا اللقاء الطيب المبارك وبهذه المشاركة مع هذه الثلة المباركة من إخواني من طلبة العلم والأفاضل والدعاة، وأرجو إن شاء الله بإذن الله عز وجل أن أقدم في هذا البرنامج ما هو الشيء الجديد وما هو المفيد. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع. وطبعا لا شك الكلام في الدعاء من أجمل المواضيع اللي الإنسان يتكلم فيها. والكلام فيها طبعا في الدعاء يعني موجود ومنتشر في كل مكان، والكثير من الناس يعرف الدعاء وقد البعض يعرف آداب الدعاء. فهي إن شاء الله تعالى هذه الجلسة هي جلسة مذاكرة ومدارسة واستذكار في هذا الموضوع النافع الذي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على العلم به والعمل به في نفس الوقت. بارك الله فيكم. بيان فضل الدعاء عامة وفضله في رمضان. الميكروفون معك 5 دقائق، تفضل. أبشر. طبعا
لو جينا الآن للدعاء، الدعاء في الحقيقة هو سؤال لله جل وعلا. والسؤال هذا يدخل فيه الدعاء ويدخل فيه الاستعاذة، لأنها سؤال لله جل وعلا، ويدخل فيه الاستغاثة. كل هذا يعتبر من الدعاء. ولا شك أنه فيه دلالة على الافتقار والحاجة إلى الله جل وعلا، وكون العبد يدعو الله جل وعلا يحمل في دعائه لربه جل وعلا عدة معاني تتعلق بالعبد، ومعاني تتعلق بالله جل وعلا. فمما يتعلق بالله عز وجل أنه عنده إيمان بأن الذي يقضي حاجاته والذي يستجيب لدعائه هو الله جل وعلا، فإيمان هذا جعله يرفع يديه إلى الله جل وعلا بالدعاء. عنده إيمان كذلك بأن الله عز وجل يسمع، لأنه في سجوده وفي دعائه أثناء رفعه يديه بالدعاء بين الأذان والإقامة وفي أوقات الدعاء هو يدعو دعاء خفيا، والله جل وعلا فوق 7 سماواته مستو على عرشه يسمع هذا الدعاء الخفي. فهو في الحقيقة فيه إيمان بصفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة السمع، وفيه كذلك بصفات أخرى مثل الحياة لله جل وعلا، وصفة أن الله جل وعلا قريب منه، إلى غير ذلك من الصفات التي يؤمن بها العبد وتتضمن فيها هذا الدعاء. وكذلك حاجة بأن الله عز وجل الصمد، الذي تصمد إليه المخلوقات، التي تحتاج إليه المخلوقات ولا يحتاجها سبحانه وتعالى، فهذا فيه إيمان. ففي الحقيقة الداعي حينما يدعو الله جل وعلا هو تحقيق لأسماء الله عز وجل وصفاته، هذا من جهة الخالق سبحانه وتعالى، إيمانه بهذه الصفات. كذلك إيمانه بربوبية الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو سبحانه المالك المتصرف في هذا الكون، فلولا إيمانه بهذا الجانب وهذا الأمر لما دعا الله جل وعلا ولما رفع يديه إليه سبحانه. كذلك إيمانه بتوحيد الألوهية، بأن الله جل وعلا هو المستحق للدعاء ولا يستحق غيره. فإذا جمع العبد في أثناء دعائه لربه جل وعلا أنواع من أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. هذا من جهة الخالق سبحانه. أما من جهة المخلوق فإنه فيه إيمان بضعفه وفقره وحاجته، وأنه لا غنى له عن ربه جل وعلا. وهذا الضعف والفقر والحاجة والذل للعبد لربه جل وعلا، هذه في الحقيقة هي حقيقة العبودية لله جل وعلا، لأن العبودية مبنية على الذل وعلى المحبة. ففي أثناء دعائه لله جل وعلا هو متذلل، هو سائل، هو طالب لربه عز وجل. وكذلك فيه محبة لخالقه سبحانه، لأنه لولا محبته لربه جل وعلا لما سأل الله جل وعلا، بل إن تكرار الدعاء وإكثار الدعاء يولد المحبة، يعني يجعل العبد يتعلق بالله جل وعلا، والتعلق بالله جل وعلا هي بوابة لمحبة الله عز وجل. فإذا لما يدعو الله جل وعلا سيدخل في زمرة المحبين لله جل وعلا، الذين يحبهم ويحبونه، وهذه لا شك أنها من أعلى مقامات العبودية لله جل وعلا. هذا بشكل عام. الشكل الخاص اللي ذكرته بارك الله فيك اللي هو الدعاء في شهر رمضان. شهر رمضان فيه الدعاء، ويلاحظ أولا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني. طبعا هذه الآية دخلت في ثنايا آيات الصيام وختم بها آيات الصيام، وهذا يدل على العلاقة التي بين الصيام وبين الدعاء، فذكرها الله جل وعلا في آيات الصيام. الأمر الثاني أن للصائم
دعوة لا ترد. وهذا الصائم حينما يدعو الله عز وجل في حال الانكسار وفي حال الذل، فهؤلاء ثلاثة لا ترد دعوتهم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر منهم الصائم. كذلك في ليلة القدر حينما يعني يدعو العبد ربه، لأنها ليلة دعاء وليلة تضرع وليلة استكانة وليلة قيام، فماذا يقول فيها العبد؟ كما سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إنه قال عليه الصلاة والسلام ذاك الدعاء المعروف المشهور: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا اشتمل الدعاء وصار الدعاء أن العبد يدعو الله عز وجل في كل حال، وكذلك يكثر الدعاء في مواطن الدعاء، وكذلك يحرص على الدعاء ويكثر الدعاء في شهر الدعاء وهو شهر رمضان المبارك. والله أعلم. ما شاء الله تبارك الله، أحسنتم شيخ بيان على هذا البيان. اسم على مسمى، جزا الله والدكم حينما سماكم بيانا، وأنتم أهل البيان ما شاء الله. بارك الله فيك. الشيخ حسن سلمان، الميكروفون بين يديك. في بيان يعني الشيخ بيان تحدث عن أسباب الدعاء في الحقيقة، في توضيح لأنه أيوه ما شاء الله هي أشبه ما يكون في أسباب الدعاء، لماذا كان الدعاء، فذكر ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وذكر ما يتعلق بالعبد، وأفاد وأجاد جزاه الله خيرا. نحن نريد فضل الدعاء، فضل الدعاء. أنا لو دعت ماذا لي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كما تفضل الشيخ بيان وأكد على أن القرآن الكريم مليء بمفردة الدعاء بأنواعها المختلفة: الدعاء بمعنى المسألة، الدعاء بمعنى الذكر، الدعاء بمعنى الاستغاثة، بمعنى الاستعانة، الدعاء بمعنى النداء والطلب. على كل فيه سياقات كثيرة جدا جاء فيها مفردة الدعاء، ومن تتبع على كل مفردة الدعاء في القرآن الكريم يجدها أنها متجاوزة ل90 مفردة تقريبا، يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء بصيغة الاسم 48 مرة الدعاء إن ربي لسميع الدعاء، و44 مرة تقريبا وردت بصيغة الفعل يدعو، والله يدعو إلى دار السلام مثلا، وهكذا. فهذا الكم الكبير للمفردة القرآنية بتعطينا مركزية هذا المفهوم وأهمية هذا المفهوم. ولو جئنا إلى أهمية هذا المفهوم، يكفي أنه هو العبادة التي يقول الله سبحانه وتعالى عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جميل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة. وقال إبراهيم عليه السلام وهو يجادل أباه: قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين لكلام الله تبارك وتعالى والمفسر له يقول الدعاء هو العبادة. ويكفي أيضا أن الدعاء يعني والصلاة يتداخلان، فتعرف الصلاة بأنها الدعاء، وهي أعظم شعائر الإسلام. فإذا إذا أردنا أن نتكلم عن أهمية الدعاء، فإن الداعي لله سبحانه وتعالى، ووفقا لما ذكره الشيخ بيان في أنه عندما يدعو الله سبحانه وتعالى موقن بربوبية الله، موقن بألوهية الله، منطلق من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فمنطلق من كمال الله وجلاله وجماله وعظمته وكبريائه، وفي ذات الوقت منطلق من فقره وحاجته ومسكنته وتضرعه وفقره لله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذن أهم ما يمكن أن نركز عليه في قضية أهمية الدعاء أن الداعية عابد لله، يا سلام، أنه عابد لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه خارج من التكبر والعياذ بالله. الذي يدعو الله هو متواضع لله، ذليل بين يدي الله،
عشان كده الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يستكبرون عن عبادة. فكأنما من لا يدعو الله متكبر والعياذ بالله. فأنت بالدعاء لله تخرج عن أعظم بلية، وهي بلية الكبر التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى. يعني كما قال يوم القيامة، يعني الحديث يقول كبرياء إزاري والعظمة ردائي. فالعبد الذي يدعو الله سبحانه وتعالى خارج من هذا الجانب. النقطة الثالثة، الداعي محب لمن يدعو، فلا ينطلق الإنسان لدعاء الله عز وجل إلا وهو محب لله. فمن أحب الله دعاه، ومن أحب الله وضع حاجاته بين يديه. الآن في دنيانا العادية ولله المثل الأعلى، تجد الواحد إذا ألمت به مصيبة لا يلجأ لكل الناس، ينظر إلى من يحبه ومن يستر أمره ومن يقضي حاجته. فما نلجأ، يعني مثلا إذا قصدت واحد ممن تظن به أن والله أنت عندك سيقبلك، لكن من ظننت أن والله يرد عليك الأبواب ولا يلتفت إليك ولا يسمع منك ويجعل الوسائط بينك وبينه، تقول والله لا أذهب إليه. إذن أنت عندما تدعو الله إنما تحب الله جل جلاله. أيضا في موضوع الدعاء يعني إظهار لفقر الإنسان. يعني أنت لما تأتي تضع حوائجك بين يدي الله سبحانه وتعالى فإنما أنت تعلن من كل زاوية أنك فقير، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق، وهذا عين العبودية. عندما تظهر فقرك بين يدي الغني جل جلاله فإنما هذا أيضا من الأشياء المهمة جدا. أيضا إنما تدعو من يجيب الدعاء، وتسأل من يجيب الدعاء، وتسأل من يحب الدعاء، وتسأل من يقضي حوائجك عندما تدعو. فأنت لا تدعو بالذات، عندما تدعو الله سبحانه وتعالى لا تدعو من هو لا يستجيب. الله عز وجل قال ادعوني، وقال واسألوا الله من فضله، فالله يقول لك اسألني. ولذلك قال القائل الله يغضب إن تركت سؤاله، بني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فأنت عندما تسأل الله سبحانه وتعالى إنما تسأل من يستجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فالله عز وجل هو المجيب. فضل الدعاء أن من حقق الدعاء حقق العبودية، حق العبودية في قمتها، نعم. وأنه يعني يكون بهذا يتعرض لنفحات الله عز وجل وإلى مرضاته سبحانه وحقق أعظم مقصود، وحقق أعظم مقصود، وهو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وبالتالي من استمر في الدعاء فإنه لا يخيب أبدا. نعم. من هنا يتبين لنا أهمية. نعم. إذن الآن ننتقل لشيخنا شيخ أبو عبد الهادي لنتعلم منكم شيخنا آداب الدعاء. آداب الدعاء، كيف الإنسان يدعو، كيف يطرح حاجاته بين يدي الله عز وجل، وحتى يكون دعاءه مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. كان مفترض حقيقة نذكر شروط الدعاء ثم نذكر الآداب، وكليهما هي لديك شيخ أبو عبد الهادي. شروط الدعاء سريعا ثم آدابها. على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه. بعد، أولا أحب أن أعرج قليلا على ما قال المشايخ، وأحب أن أضيف أن من أعظم منن الله جل وعلا التي امتن بها على عباده أن أذن لهم بأن يدعوه، يا سلام، وأن يرفعوا حاجاتهم إليه، وأن يناجوه، وأن يشكوا إليه، ولم يجعل بينه وبينهم وسطاء. أي ولم يجعل بيننا وبينه أي وسيط. يا سلام. كما أنه شرفنا بالوقوف بين يديه، أيضا أذن لنا وفتح لنا أبوابه على مصراعيها في أي وقت وفي أي حين أن نلجأ ونجأر إليه سبحانه وتعالى ونتضرع إليه. يا سلام. فهذه أنا أعتقد أنها من أعظم نعم الله جل وعلا. صحيح. إذا نظرنا إلى ملوك الدنيا لكي تشتكي في مسألة ما أو ترفع حاجاتك في شيء ما تحتاج إلى وقت طويل، وتحتاج إلى شفاعات، وتحتاج إلى وساطات، وتحتاج إلى قرابين حتى صحيح. تصل. وهناك من يدعو الأصنام، هناك من يدعو الأبقار، هناك من يدعو الفئران، هناك من يتذلل لعزكم الله لفروج النساء، هناك نحن شرفنا الله سبحانه وتعالى بأن ندعوه
هذا شرف عظيم، شرف عظيم. هذه الأمم إذا أنت ذهبت إلى الهند تجد مليون دين والعياذ بالله غير دين الله، فلفتة عظيمة أبا عبد الهادي. فالله جل وعلا القادر على كل شيء، من يملك زمام الأمور، من خزائنه ملأى، يتحنن إلينا ويتودد، يقول ادعوني أستجب لكم، ارفع يديك فقط وأنا أعطيك، عطاياي ليس لها نهاية. ولذلك في الحديث القدسي العظيم الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد وسألوا كل واحد مسألته ثم أعطيتهم لا ينقص من ذلك من ملك شيئا. الله غني. فلذلك هذه نعمة، يعني سبحان الله، يعني أنا أعجب لمن يغفل عن هذه النعمة العظيمة ويذهب إلى يعني يتودد إلى الناس ويطلب منهم، والله جل وعلا فاتح الأبواب. بل ربنا تبارك وتعالى يغضب إن نحن تركنا سؤاله، كما ذكر الشيخ في الأبيات، قال لك إيش؟ الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ورد في حديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، إنه إن لم يسأل الله من لم يسأل الله يغضب عليه. فماذا نريد أكثر من ذلك؟ ولذلك هذه نعمة عظيمة. شروط الدعاء لا شك أنها شروط معلومة لكافة الناس. أولها أن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال. وقد ذكر الحديث الطويل، قال وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء، لا وقد ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. لذلك من أهم قواعد استجابة الدعاء ومن أهم شروط استجابة الدعاء أن يكون المطعم والمشرب والمأكل والملبس من حلال، ومن كان عنده من الحرام فالله جل وعلا يحجب استجابة دعائه. ثانيا من شروط الدعاء أيضا أن يكون الدعاء ألا يكون الدعاء بقطيعة رحم، ألا يدعو الإنسان بأن يقطع الله رحمه، فهذا أيضا لا يستجيب الله عز وجل لدعائه، يعني يطلب أن يقطع بينه وبين أهله. ثالثا أيضا من شروط الدعاء عدم الاستعجال، فإن الإنسان يدعو مرة مرتين ثلاثة ثم يقول لم يستجب لي ويترك الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال دعوت ولم يستجب لي. أحسنتم أبا عبد الهادي، سأعود إليكم. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم، أبقوا معنا. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟
هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأكارم، عدنا إليكم. الشيخ بيان، استمعنا إلى شروط الدعاء من الشيخ محمد عبد الله أبو عبد الهادي. عندي لك سؤالان. السؤال الأول، هل يندرج من ضمن الدعاء أن لا يدعو الشخص إلا الله سبحانه وتعالى فيوحد ربه بالدعاء ويسأله ولا يسأل أحدا غيره؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما السر بأن الله ختم الآية بقوله فليستجيبوا لي، ثم قال وليؤمنوا بي، ثم قال لعلهم يرشدون؟ أين الرشد ها هنا؟ أنت في بلاد الحرمين، بلاد التوحيد، أفتنا جزاك الله خيرا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. طبعا ليس هنا يعني في ليس الفتوى، ولكننا في باب المدارسة والمذاكرة والفائدة، وربما أذكر أمر ويغيب علي أمور أخرى، فنذكر بعضنا بعضا ونستفيد بعضنا بعض. لا شك أن الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فقال ادعوني أستجب لكم، ثم قال بعدها إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، ولا شك أنه عبادة. لأن كما لا يخفى عليكم الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء العبادة، الدعاء المسألة المراد بها سؤال الله جل وعلا وبرفع اليدين وطلب الحاجات منه سبحانه وتعالى، هذا دعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهي العبادة نفسها من الصلاة، من جميع أنواع العبادات المشتملة طبعا القرب لله جل وعلا، فهذا يسمى دعاء عبادة. ويعني وجه كون أن هذا يعتبر دعاء لأن السائل أو العابد الذي يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه هو في الحقيقة عبادته لربه سبحانه وتعالى متضمن لسؤال الله، يعني يحتوي في عبادة هذا ويتضمن عبادة هذا أنه يسأل الله جل وعلا، لكن يسأل ماذا؟ هو في الحقيقة يريد الثواب ويريد الجنة، فعبادته لربه سبحانه وتعالى إنما أراد بها الجنة، ولكن هو سأل الجنة ولكن بالعبادة، فأصبح الآن الدعاء عبادة، سواء كان سؤال أو كان طاعة. كلا الحالتين، سواء كان إنسان يسأل الله جل وعلا أو يعبد الله عز وجل، في كلا الحالتين إنما تطلب منه سبحانه ولا تطلب من غيره. فمن من أعظم العبادات، من أجل العبادات الدعاء، ولهذا أمر الله عز وجل بها، وهذا دليل على أنها عبادة، لأن الله جل وعلا ما يأمر بشيء إلا وهو متضمن أن هذا الأمر عبادة. فهو سبحانه إذا أمر، إما أن يأمر أمر إلزام يلزم العباد به، فتسمى عند العلماء واجبات وأركان وإلى غير ذلك، أو أن وتسمى كذلك فرائض، أو أن الله عز وجل يأمر به لكن ما يلزم به إلزام لعباده، وهذه
تسمى المستحبات، لكن كونه يأمر به دليل على أن الله جل وعلا يحبه. فالله عز وجل أمر بالعبادة، إذا معنى هذا أن الله أحب هذه الطاعة وهذه العبادة، فهو سبحانه وتعالى أمر بالدعاء. فلما أمر الله عز وجل به بهذا معنى هذا معناته أن هذه نعم. عبادة لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى. يعني من شعبنا من يقول يا شيخ آدم الكناني إن فعلت لي كذا سأذبح لك كذا وكذا، يا شيخ آدم الكناني أو يا شيخ المزمل سل الله لي كذا وكذا، وهؤلاء أموات. فهل يجوز دعاء الأموات؟ بعض الناس يعني يتبرك أيضا بدعاء الصالحين، فيقول بجاه النبي وبجاه عبد القادر الجيلاني وبجاه كذا، ويدعو بهذه الطريقة، ويقول هؤلاء صالحين يستجيب الله عز وجل لهم ولهم مكانتهم ولهم شرفهم عند الله. ما رأيك في هذا الكلام شيخ بيان؟ طبعا هذه الأمور وسببها الأساسي هو التعلق. حينما يتعلق القلب بغير الله جل وعلا ينتج منه الدعاء والسؤال وطلب البركة. فالقلوب هنا ليست صالحة لأنها تعلقت بمخلوق. ولو أن القلوب تعلقت بالله جل وعلا سألت الله جل وعلا وما سألت غيره. فسبب وقوع هؤلاء هي قلوبهم المتعلقة بالمخلوق الذي هو حبله ضعيف، ولا حول له ولا قوة، إنما الحول والقوة بالله جل وعلا. فلهذا تصحيح قلوب هؤلاء وربطها بالله جل وعلا وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، كل هذه إذا صلح القلب بالتالي اليدين سترفع لله جل وعلا، بالتالي اللسان سيطلب الله عز وجل، بالتالي البركة وغير ذلك سيسأل الله جل وعلا. ولهذا من ثمرات الدعاء انشراح الصدر، وكما ذكر الدكتور حسن أنها إخراج الكبر الذي في القلب. يعني هي في الحقيقة الدعاء تصفية للقلب، تصفي القلب من التعلق بالمخلوقين وتجعله يتعلق بالله عز وجل. فالإشكال هنا أن القلوب الآن ما صفت، فتعلقت بالمخلوقين وتركت التعلق بالله جل وعلا، بل ساوت الله عز وجل بخلقه. فكما أنه يسأل هذا يسأل غيره، فما يسأل به المخلوق سئل به الله جل وعلا. وهذا طبعا لا شك أن ما بين الشرك وما بين وسيلة الشرك وما بين البدع إلى غير ذلك. بارك الله وهذا فيكم. نعم، بيان شافي ووافي، بارك الله فيكم. إذا مشاهدي الأكارم، من أعظم شروط الدعاء أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. لا نسأل مع الله سبحانه وتعالى لا نبي مرسل ولا ولي مقرب ولا ملك، وإنما نسأله هو سبحانه وتعالى. هذه هي العبادة. الآن مشاهدي الأكارم نواصل حديثنا الماتع مع شيخنا أبو عبد الهادي في آداب الدعاء. طبعا قبل أن ندخل في آداب الدعاء أيضا بقي لنا شرط من شروط الدعاء، وهو في غاية الأهمية، وهو عدم التعدي. لا ينبغي للعبد أن يتعدى، فهناك حدود لدعائه ينبغي أن يلتزمها حتى يستجاب لدعائه. فلا يدعو بشيء ليس له، يعني لا يدعو بأن يكون نبيا مثلا، ولا يدعو أن يكون ملكا أن يحييه مدى الحياة، أو أن يجعله مخلدا أو ما شابه ذلك. وبل بعض السلف يعد أنه حينما يدعو يقول يا رب أريد أن أدخل الجنة في الزاوية الفلانية وفي كل هذا يعدونه من التعدي في الدعاء. صحيح. فلا ينبغي للعبد أن يتعدى، وهو قد يعتبر من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى حينما يدعو بمثل هذا الأمر. أما آداب الدعاء فأجملها في عدة أمور. من الآداب ذكر العلماء أن يكون على وضوء ما أمكن إلى ذلك، وأن يتجه إلى القبلة، وأن يرفع يديه يعني مجتمعتين. وأيضا حينما يبدأ في دعائه يثني على الله جل وعلا بما هو أهله. يا سلام.
ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام. ويبين مدى فقره وحاجته وانكساره بين يدي الله جل جلاله، يا سلام. ثم يدعو بما شاء، ثم يختم دعاءه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام. أحسنت يا عبد الهادي. يكفي. بس يكفي هذا، جزاكم الله خير. أثابكم الله أبو عبد الهادي. شيخ حسن، الدعاء كما تفضلتم هو العبادة، وقد امتثل هذا الأمر الأنبياء والصالحين. نريد نماذج من هذه الأدعية التي تحققت للأنبياء والصالحين ومن بعدهم، ونريد أيضا نموذجا صالحا مر بكم شيخنا، سألتم الله فاستجاب الله عز وجل لكم. والنماذج طبعا القرآن الكريم مليء بنماذج عظيمة جدا فيما يتعلق بسؤال الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام الرازي في بعض تفاسيره أو في تفسيره، يقول: لقد سأل الأنبياء أجل شيء مثل سؤال موسى، قال رب أرني أنظر إليك. يا الله. وسأل أقل شيء، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا سلام. ومن حق العبد، هكذا يقول، ومن حق العبد أن يسأل الله أعلى شيء وهو خيرات الآخرة، وأدنى شيء وهو خيرات الدنيا، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالرازي جعل أعلى شيء خيرات الآخرة، وأدنى شيء خيرات الدنيا، ويمكن أن نقول وما بينهما أشياء كثيرة. يعني فهذه القاعدة، أنك تسأل الله أعلى ما في ذهنك، أسأل الله سبحانه وتعالى، واسأل أدنى شيء. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله، يعني حتى إذا شاكت الواحد منهم شوك يسأل الله سبحانه وتعالى، ما في لا ملح، يسأل أشياء بسيطة، لكن ما دام أنك تسأل الله فأنت تسأل عظيم، ولا تستكثر شيء، ولا تحس بأنه والله هذا لا، كما قال تجنب الاعتداء، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى فيما هو مشروع لك. مثلا الأنبياء لا يكاد يوجد نبي من الأنبياء ليست له دعوة. يا سلام. كل الأنبياء، ولو مررنا في سورة الأنبياء تجد يورد أدعية الأنبياء، فاستجبنا له من نوح عليه السلام إلى محمد عليه السلام، كلهم تقريبا دعوا الله سبحانه وتعالى واستجاب الله عز وجل. ولعل في نموذج يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت كان يدعو بدعاء الذكر، وهذا طبعا من مواطن الإجابة، كان يقر يسأل الله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله، وظنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلاحظ كيف فلبث فيه، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء والاستكثار منه نجاة له. كذلك موسى عليه السلام لما جاء إلى مدين وكان في أشد الحاجة، فدعا الله بما ذكرناه أدنى شيء، وهو قال رب إني لما أنزلت إلي من خير. هو في حاجة إلى أي خير يأتي من الله سبحانه وتعالى. ونبينا إبراهيم عليه السلام قال ربي جنوبني وبني أن نعبد الأصنام. طبعا إبراهيم ما شاء الله يعني في الأدعية وردت فعلا معظم الأنبياء. على كل نلاحظ بأن الله سبحانه. عندنا أيضا قصة زكريا، هذه من القصص العظيمة جدا. يعني لاحظ بأن والله هنالك شيء يحصل لمريم. يا سلام. قال يا مريم أنى لك هذا، يعني كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء غير حساب. طوالي قال هنالك إيه؟ دعا زكريا ربه. فلذلك قال العلماء التجربة تورث اليقين. هو يدرك أن هذا، لكن لما رأى بأن مريم دعت الله وآتاها، طيب ليش ما أدعى؟ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب، وهو قائم في المحراب. فلاحظ كيف لاحظ امرأة زكريا عاقر، ومع ذلك دعا الله
واستجاب الله. طبعا سبحان الله، مع أنه دعا الله ولما استجاب الله له تفاجأ. لذلك بعض العلماء قال ليش هذه المفاجأة؟ عجبوا من رحمة ايش الحاصل؟ قالوا كان هو سبحان الله متصور بأن موضوع الرزق لا يأتي من هذه المرأة. كان يتوقع ممكن يتزوج، ممكن وامرأة إبراهيم عليه السلام عقيم، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي. فكانت هذيك عقيم وهذا عاقر، وكلاهما سبحان الله رزقهم الله سبحانه في فترة ما كان يتوقع الوضع الطيب. فاسأل الله. هذه نماذج حقيقة، نماذج فعلا عظيمة، يعني عظيمة ربها. نسأل الله سبحانه وسبحان في دنيانا، في دنيانا ونجد كثير سبحان طيب الله. ما هي دعوة نبينا عليه السلام؟ لكل نبي دعوة. نعم. فما هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام خبأ دعوته. الله. كل نبي دعا واستجيبت دعوته إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أخر هذا لأمته. شوف انظر هذا النبي الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو سبحان الله يحمل همنا حتى في الآخرة، يحمل الهم. فخبأ هذه الدعوة لتكون له يوم القيامة. الله. فإن شاء الله هذه الدعوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينالنا منها نصيب، وجميع المؤمنين وجميع السامعين وجميع المشاهدين، أن هذه الدعوة التي خبأها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون إن شاء الله ممن تشمله وتشمله. أحسنتم شيخنا أبو البراء، جزاكم الله خير. الشيخ بيان، نريد منك شيخنا أن تتحفنا ببعض الأدعية العامة التي وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تختم لنا هذا البرنامج بدعاء طيب من لدنك. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب، في مسألة في الدعاء ما أدري أنا أطرحها وأتكلم فيها، راها من الأهمية يعني بمكان، لأن رأيت في الحقيقة كثير من الناس يقع فيها. طبعا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أدعية كثيرة. أدعيته تشتمل على الدعاء وفيها كذلك الثناء، لأن الإنسان حينما يدعو الله عز وجل لابد أن يكون ثناء لله جل وعلا، وهذا كما ذكر الشيخ أخونا الشيخ محمد من آداب الدعاء. فأدعيته عليه الصلاة والسلام اللي كان يدعو بها، طبعا أدعية القرآن الكريم الواردة معروفة ومحفوظة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من أدعيته عليه الصلاة والسلام اللي كان يدعو بها: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وكذلك اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، إلى غير ذلك، واللي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا دعوات النبي عليه الصلاة والسلام جامعة وتحمل فيها معاني كثيرة، ومن أدعية اللي كان يدعو بها: اللهم اغفر لي ذنوبي كلها دقها وجلها، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وغير ذلك عندي، إلى غير ذلك من الأدعية اللي تكون أحيانا تفصيل، لأن بعض الأدعية قد يكون فيها تفصيل من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الدعاء اللهم اغفر لي ذنوبي كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها، هذا بكثرة يعني حتى الإنسان يتعلق بالله أكثر وأكثر، فيدعو الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. لكن ثم هنا في مسألة أريد أن يعني أعرج عليها على السريع، وهي يعني صحة العبارة تحصل فتنة في الدعاء نفسه لبعض الناس، وهذه الفتنة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها أخونا محمد الشيخ محمد، اللي هي الاستعجال في الدعاء. يقول: دعوت فلم يستجب لي. استبطاء الإجابة، إذا استبطأ العبد الإجابة ربما يقع في محذورين: الأمر الأول إساءة الظن بالله جل وعلا، الأمر الثاني أنه يترك الدعاء. وهذا يحصل عند بعض الناس أنه يمل ويقف عن الدعاء لأنه ما رأى من وراء دعائه استجابة، فتجد أنه كأنه لسان حالي يقول: أريد أن أدعو اليوم ويستجاب لي في القريب العاجل. وهذا في الحقيقة من وقع في الأمر هذا يعني يقال له باختصار:
أن الله جل وعلا في اختيارين: اختيارك أنت لنفسك واختيار الله لك. أنت اخترت لنفسك استعجال في الدعاء، واختار الله عز وجل لك أن يتأخر هذا الأمر إلى شيء غير معلوم. فما هو المقدم، اختيارك لنفسك أم اختيار الله عز وجل لك؟ الأمر الثاني: الأمور فيها ظاهر وفيها باطن. الأمور الظاهرة قد تراها أنت أنك تستعجل في الدعاء، لكن باطن الأمر بعلم الله جل وعلا الواسع الشامل قد يرى سبحانه تأخر الدعاء. وفي قصة خضر مع موسى عليه السلام الأمور ليست بظواهرها، إنما في بواطنها وراءها خير كبير. الأمر الثاني الأمر الثالث: لو أن الله عز وجل عجل الدعاء بالعبد فهذا فضل منه وكرم منه، وإن أخره فهو حكمة منه سبحانه. فالعبد ما بين كرم الله وفضله وما بين حكمته. الأمر اللي بعده أن نبلوكم بالشر والخير فتنة. قدم الله لك استجابة الدعاء، هذا خير، والإنسان في الأمور الخير يشكر. إن أخر لك الدعاء فهذا تأخير الحكمة، فالمؤمن يصبر. إذن ما بين تقديم الدعاء، تقديم الاستجابة وتأخيرها، فالعبد ما بين الشكر وما بين الصبر. ففي نهاية الأمر إن أراد الله استجاب لك وجعل لك في الدنيا وأعطاك سؤالك ودفع عنك سوءا، أو أن الله ادخر هذه الحسنة لك إلى يوم القيامة وقد تكون أحوج إليها إلى غير ذلك. فهذه فتنة يقع فيها البعض في أثناء الدعاء. أختم كلامي كما ذكرت بأدعية سريعة، ويعني فيما أستحضر من الدعاء. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فنسأل الله جل وعلا يا من هو صاحب الفضل والعطاء، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وعطائه وجوده، يا من لا يخيب عنده السائلون، ويا من يحب الملحين في الدعاء، يا من هو على كل شيء قدير. نسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من شقي ولا محروما. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يجعلنا ممن قام رمضان وصام رمضان وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأن يجعلنا من عباده المفلحين المخلصين المخلصين. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجمعنا في جنات النعيم وعلى سرور المتقابلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اسمح لي دقيقة بس يا شيخ برهان. تفضل. كلمة مهمة، والشيخ بيان وضح أن الإنسان حينما يدعو الله جل وعلا له ثلاثة أحوال، لكن طبعا ربما كانت في ثنايا الكلام، وهي أن العبد إذا دعا الله جل وعلا إما أن يستجيب الله جل وعلا ويعطيه سؤله وهذا حسن، وإما أن يصرف عنه سوءا بمثل دعائه، وهذا أيضا فضل عظيم. يعني ربما دعا الإنسان بدعاء كان سيأتيه شر، فالله جل وعلا بهذا الدعاء حال بينه وبين هذا الشر. الأمر الثالث أن الله جل وعلا كثير من أدعيتنا يدخرها الله جل وعلا، فيأتي العبد يوم القيامة فإذا به يرى جبال من الحسنات، فيسأل الله جل وعلا من أين لي هذا يا رب؟ يقول من دعائك. الصحابة رضي الله عنهم لما بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الثلاثة الأمور قالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر والله المستعان. بارك الله فيك. بارك الله فيكم جميعا مشايخنا الأفاضل. أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ بيان عبد الواسع من خارج الاستديو، وكذلك المشايخ الكرام من داخل الاستديو الشيخ حسن سلمان الداعية المعروف، وشيخنا الشيخ أبو عبد الهادي، وأنتم أيضا مشاهدي الأكارم الشكر موصول لكم. ونسأل الله تبارك وتعالى مرارا وتكرارا أن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ah